النتيجه اللي لقاوها كما كتشوفوا هنايا. تطبيق البيريبيرين في المرضى الذين يعانون من متلازمه التمثيل الغذائي يمكن ان ينظم بشكل فعال نسبة الجلوكوز في الدم والدهون في الدم لدى المرضى، ويخفف من مقاومة الأنسولين. هذه أهم حاجة بالنسبة لنا حنايا. ويخفف من مقاومة الأنسولين، ويقلل من مستوى الاستجابة الالتهابية في الجسم. دونك هادشي اللي وصلوا ليه في الدراسة هذه. غادي ندوزو لدراسة واحدة أخرى. قبل ما ندوزو لهاد الدراسة هذه بغيت نقول لكم واحد المعلومة، أن الدواء الرئيسي اللي كيداوي المرضى ديال السكري من تيب 2، يعني النوع 2، سميتو الميتومورفين. وكاين دراسات اللي كتثبت على انه هاد البيريبيرين فهو عنده يعني واحد التأثير كيشبه التأثير ديال الميتومورفين، ولكن بدون الأعراض الجانبية ديال